تبقى النتيجة والأفضلية بهذا التقدم هو بهدفين لنادي نفط ميسان لصاحب الأرض. كذلك نادي مطالب من أجل تحقيق النتائج الإيجابية والفوز والنقاط الثلاثة خصوصا. خوسيه سواريز يعود 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 للحدود. نعم الآن عاد الحدود عن طريق خوسيه سواريز يخلص نتيجة المباراة 2-1. أصبحت الآن بتصويبة رائعة. شاهد بعد ما ارتدت الكرة ومن خارج منطقة ال18 يسجل اللاعب خوسيه سواريز هدف تقليص الفارق لنادي الحدود عن طريق اللاعب الكولومبي خوسيه سواريز. يسجل هدف تقليص الفارق. الإعادة وهدف جميل روعة للحدود يعود بتصويبة. نعم أسكنها شباك الحارس حسن نجم برأس المدافع